ترجع مصر امتى وازاي؟ كل مغترب بيوصل للحظة دي، لحظة بيقعد فيها مع نفسه ويقول هو أنا كده كفاية ولا لسه؟ بس قبل ما تاخد قرار الرجوع أنا عايزك تسأل نفسك شوية أسئلة. أنا راجع بإيه؟ بخبرة؟ بشهادة؟ بحساب بنكي؟ بمحفظة استثمارية؟ بفكرة مشروع أو مشروع قائم بالفعل؟ بشقة أو شقتين اشتريتهم؟ ولا أنا راجع زي ما رحت بالظبط، بس الفرق إني أكبر شوية ومجهد اكتر وبقيت غريب عن البلد. في ناس سابت شغلها ورجعت مصر، فتحت مكتب او ورشه او مشروع ونجحوا. ليه؟ لانه ما رجعش هربان، هو رجع وعنده حاجه يبدا بيها. لكن في ناس رجعت بعد 10 او 15 سنه غربه، مفيش غير لابتوب قديم وشويه صور من عند برج خليفه. الفرق مش في عدد السنين، الفرق انت كنت بتخطط لايه. لو كل سنة بتعدي وانت مش بتبني حاجة، يبقى حتى لو رجعت بعد 15 او 20 سنة هترجع فاضي. انا مش بقول ما ترجعش، انا بقول ارجع وانت معاك حاجة، معاك احترامك، معاك حاجة اتعلمتها، معاك قيمة، معاك مشروع بدأت وانت هناك. وما ترجعش عشان حد كسرك ولا عشان الشغل قل ولا عشان زهقت. ارجع لما تحس انك جاهز تبدأ فصل جديد، مش تقفل صفحة قديمة. دي مش نهاية الغربة، دي بدايتك الحقيقية. طيب تعمل ايه عشان ترجع وانت واقف على رجلك؟ اعمل حسابك من بعد ما تستقر، الاستقرار اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت. اعمل حسابك من بعد ما تستقر في البلد ما تحطش البيض كله في سلة واحدة، يعني ما تكثفش كل شغلك والبزنس بتاعك واستثماراتك هناك. لازم تاخد هامش ربح بسيط تستثمر فيه في اي حاجة في مصر. ليه؟ لان في الاخر هي بلدك اللي هترجع لها، مش هتفضل طول عمرك عايش هناك. من بعد ما تستقر ابدأ اقتطع جزء بسيط من مرتبك تبعته على هنا، تعمل بيه مع حد انت بتثق فيه من اهلك او من قرايبك او من اصدقائك المقربين، او انت منك لنفسك تيجي كل فترة تستثمر الجزء ده في حاجة، في نشاط، في مشروع، في بيزنس، في صيدلية، في محل، في انك تشتري مثلا لو انت مخطط انك ترجع بعد 5 سنين، من بعد السنه الثالثه ابدا حط مقدم في شقه صغيره كده وادفع جزء من مرتبك اقساط ليها هنا، بحيث انك لما ترجع تلاقي اساس تتحرك من خلاله، مكان تسكن فيه باسرتك ومكان تاني بتقدر تدخل منه ربح. ليه؟ لان الموضوع ده مش مضمون. وحتى لو انت ناوي تقعد 20 او 25 او 30 سنه او تكمل حياتك هناك، لازم تسيب عندك اساس هنا. لو انت ماشي من هنا وانت ما عندكش شقه، تتارجت انك تشتري لنفسك شقه. لو انت ماشي من هنا وانت ما عندكش بيزنس او ما عندكش مشروع، تتارجت ان يبقى عندك مشروع، عشان في اي وقت في الاخر لازم مسيرك هترجع لهنا. طب لو ما رجعتش، يبقى ليك ولاولادك او حتى على الاقل للطوارئ. في الحاله دي لما توصل لمرحله الاستقرار وتبدا واحده واحده تبني بيزنس هنا، هتبقى انت حر نفسك، حر انك تكمل هناك بقية حياتك او حر انك ترجع هنا في اي وقت، وهتلاقي نفسك مرحب بيك وقادر تكسب وتشتغل وتكمل على البيزنس بتاعك. دي كانت سلسلة عن ازاي بأبسط الاشياء تسافر وتشتغل في الامارات. يا رب تكونوا عجبتكم، ولو اي حد عنده اي سؤال او استفسار او نصيحة ما يبخلش عليا بيها، وان شاء الله اشوفكم على خير في برامج تدريبية اكتر واكتر. كان معاكم خالد حسنين، السلام عليكم.